بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم تاني مع فيديو جديد. طبعا انا كنت عملت معاكم فيديو قبل دوت فيديو الباسكت، ووريتكم الغرز الحشو اللي احنا فيها. بس النهارده بقى هنعمل يا جماعه ايه؟ نقفل الاول القفلات دي من تحت. هنعملها ازاي؟ اهو بجيب اهو. احنا طبعا انا عديت لكم الفتحات، قلت لكم تعدوا الفتحات. ادي 1 2 3 4 5 6 7، وقلت لكم بنبدأ من النص بالظبط. فبرضه هنبدأ من النص او من قبلها او كده. نقفل الاول الغرز المنزلقة. عايزة اقفل برضه عشان بيبقى شكله وحش، بيبان فتحات جامدة. لا، عايزين نقفله مع بعض اهو. بتدخلي في اي خانة. طبعا احنا ايه، هنجيب الابره الصغيره. جبنا الابره الصغيره لان انا كنت ان شاء الله هنشتغل بس دوت بالابره الصغيره، وبعد كده لما بنبدا الشغل بنعمله بالكبير. هبدا معاكم اهو. بتدخلي في اي خانه اهي، بتدخلي الابره اهي اهي، تشدي الخيط كده اهي، بتطلعي غرزة كده اهي. بنجيب اهو، تجيبي الخيط تاني كده. خلي بالنا يا جماعة، احنا الخيط الكليم معلش بيبقى فيه مشكلة شوية. اهو المنزلقة بنعمل ايه؟ اهي بتدخليها على طول في الغرزة كده اهي اهي، شايفينها اهي. بجيب الفتلة اهي، بشد على طول كده اهي. باينه معاكم اهي. اهي هعمل معاكم واحده كمان اهي. بجيب اهو بسن الابره الفتله اهي، بتدخليها على طول كده اهي. باينه معاكم. طبعا هنعمله للاخر واكمله وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني اهو. اقفل اخر غرزه معاكم اهو. بنجيب الخيط اهو، بنقفلها مع بعضينا اهي. شوفوا بقى يا جماعه، ايه رايكم؟ كلها اهي، مفيش حاجه باينه بقى ايه من الفتحات دي لازم تبداوها في الاول. في ناس ما بيحبوش يعملوها، بس انا بحب اعملها عشان تبقى تدي شكل احلى. هنعمل ايه بقى؟ اهو في كل خانه بقى هنخش نعمل غرز حشو. هنبدا بقى الشغل بتاعنا بقى خلاص اهي. هتجيبي كده تدخلي كده اهي سن الابره، تشد الخيط لجوه، تطلعي تجيبي تاني الخيط من فوق الابره تقتلي كده. دي اسمها غرزه حشو اهي. هعمل تاني معاكم. هندخل سن الابره اهي اهي في الفتحه. هتجيبوا الخيط بسن الابره اهي. هنجيب تاني الخيط من فوق الابره ونعمل غرزه الحشو اهي. باينه مع حضراتكم اهي. نقعد نعمل في كده. في ناس ممكن يعملوها 2 عادي، اعملوا 2. انا عملتها واحده مش مشكله اهو. بس عايزه اوريكم حاجه بقى في الركن ده يا جماعه. يعني في الزاويه دي اعملوا 2 بدل واحده، هنعملها 2. هخش اعمل مره كده اهي غرزه حشو، ومره كمان اهي. يعني في كل زاوية هنعمل 2. فاهمين يا جماعة؟ هعمل السطر ده وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني اهوت. هنقفل بقى مع بعض. بصوا يا جماعة، انتوا بتقفلوا ازاي؟ اهو بندخل اهي في الاولى، بنشد اهي بسن الابرة، بتدخلوا كده، بنطلع كده. ادي كده التقفيل اهو. ايه رأيكم؟ بصوا بقى كده خلاص. انا ايه، مش عايزة الابرة الصغيرة ديت. هبدأ بقى بالابرة الكبيرة. ماشي يا حبايبي اهو. فوق كل غرزة حشو هنعمل غرزة حشو. بس ازاي بقى؟ شايفين السبعة دي؟ في علامة 7 اهي اهي، بتدخلوها في النص كده. بنجيب الخيط بسن الإبرة، تطلعوها كده
اهي برضو الخيط تاني اهي اهي. هنقولها تاني، هدخل اهو في السبعة دي، محدش يدخل في الفتحة دي، لا في سبعة، دخلي في السبعة، شدي بالإبرة بسن الإبرة، هنجيب الخيط من فوق الإبرة نشد كده تاني. هعملها معاكم آخر مرة وأعمل أنا السطر كله أهو. شايفين في سبعة أهي، سبعة، ما تجوش هنا، لا خشوا في السبعة، ندخل سن الإبرة، نطلع، نجيب الإبرة من الخيط من فوق الإبرة، نطلع كده. ايه رأيكم؟ باينة مع حضراتكم؟ هكمل السطر ده وارجع لكم. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصنا السطر اهو. ايه رأيكم في شكله؟ شكله جميل اهو. هنقفل بقى مع بعض. بنعمل ازاي القفلة اهو؟ بتدخلوا في اول غرزة كده، بنجيب الخيط من فوق الإبرة بسن الإبرة تطلعوها، دي اسمها الغرزة المنزلقة اهو. شايفين يا حبايبي؟ وطبعا المفروض هعمل كمان 3 اسطر زي دول، فوق كل غرزة غرزة حشو. وان شاء الله هبقى ارجع لكم تاني نقفله مع بعض في فيديو جديد ان شاء الله، نعمل مع بعض، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.